في إطار حملتنا المستمرة 365 يوم سلامة، واللي هدفها دايما إننا نحافظ على سلامتك ونزود وعيك الصحي. هنكمل مع بعض النهاردة الأسبوع السابع، والمحور السابع معانا هنتكلم عن السلامة الدوائية. وعلشان تستفيد من العلاج بتاعك بشكل كامل لازم تلتزم بشوية قواعد بسيطة بس بتعتبر في غاية الأهمية. أول حاجة، لازم تاخد الدواء في الوقت اللي حدده ليك الطبيب، وتلتزم بالجرعة اللي اتكتبت لك بالظبط، واوعى توقف الدواء من نفسك حتى لو حسيت انك بقيت احسن. وقبل اي تغيير تعمله ارجع لطبيبك الاول. سلامتك اهم من اي اجتهاد شخصي انت ممكن تعمله. 2. لو بتاخد كذا دواء لازم تكون واعي بكل حباية بتدخل جسمك. اسأل الفريق الطبي، الدواء ده اسمه ايه؟ انا باخده ليه؟ مدة استخدامه قد ايه؟ وكمان إياك تعتمد على شكل الدواء بس، علشان في أدوية كتير شكلها شبه بعض لكن تأثيرها مختلف تماما. ولو بتاخد علاجك في البيت رتب أدويتك كويس، وما تحطش الأدوية المتشابهة جنب بعض، خليها بأسماء واضحة علشان تتجنب أي لخبطة ممكن تحصل. 3. احتفظ بقائمة مكتوبة فيها كل الأدوية اللي بتاخدها، حتى الفيتامينات أو المكملات الغذائية. القائمة دي مهمة جدا وبتساعد الطبيب اللي بيكشف عليك يعرف كل تفاصيل حالتك. وما تنساش قائمة الأدوية بتاعتك هي أمان ليك. 4. طريقة حفظ الدواء مهمة زي أهمية الدواء بالظبط. معظم الأدوية لازم تتحفظ في مكان جاف وبارد بعيد عن الشمس والرطوبة، ولسلامة أولادك احفظ الأدوية في مكان مقفول وبعيد عن متناول الأطفال. وما تحطش أي دواء في التلاجة غير لو الطبيب أو الصيدلي قالك عادي تحطها. 5. قبل ما تاخد أي دواء بص على تاريخ الصلاحية، لو منتهي ما تستخدموش خالص. الدواء منتهي الصلاحية ممكن يضرك بدل ما يفيدك. 6. لو حسيت بأي عرض جديد بعد ما بدأت الدواء زي حكة، دوخة، تورم أو أي إحساس غريب بلغ الفريق الطبي فورا. إخبارك لينا بسرعة هو أول خطوة علشان نتحرك ونحافظ على سلامتك. افتكر دايما التزامك بالعلاج صح جزء أساسي من شفاك. 365 يوم، اسأل، تأكد، والتزم علشان سلامتك تفضل دايما في أمان. وبس كده.